السلام عليكم الاخوان والاخوات. في شهر 12 كنت درت لكم طريقه تسجيل في اللوائح الانتخابيه. كان مفتوح التسجيل في ديك الوقيته من 1 ديسمبر حتى نهار 31 صافي تسال التسجيل. لكن مجموعه من الناس تسجلوا، ولكن ملي كيجيو يتحققوا باللي واش مسجلين ولا لا من هذه الخانه، تاكدوا من تسجيلكم في اللوائح الانتخابيه. ملي كيجي هنا وكيدير رقم البطاقه الوطنيه وتاريخ الازدياد وكيدير هذا الرمز، كيلقى بلي راه كاع ما مسجل. كاين جوج اسباب: يا اما الدوسي ديالك مازال ما درسوش، والسبب الثاني هو تقدر تكون دير شي خطا. هادو هما الاسباب اللي كتخلي المصادقه على التسجيل ديالك ما تتمش. باش تخرج من باب واسع وتاكد من التسجيل ديالك، غتجي غدير طلب قيد جديد. دابا حاليا راه تفتح التسجيل نهار 18 يوم 20. غتجي تدخل الموقع list.electoral.ma، كتجي لهاد الخانه وكدير طلب قيد جديد. هاد الفيديو كيهم الناس اللي ديجا تسجلوا وما تقبلش لهم التسجيل ديالهم، وكيهم حتى الناس اللي مازال ما تسجلوش بمره. غنشرح لكم جميع الخطوات. راه التسجيل راه ساهل. كتدخل دير طلب قيد جديد، كدير مواصله تقديم طلب القيد. هنا كدير رقم البطاقه الوطنيه، الاسم العائلي باللغه العربيه. كاين اللي ما عندوش كلافي بالعربي في بيسي، كتكليك على هاد الخانه وكدير الاسم العائلي. وهنا كدير تاريخ الازدياد، وهنا كتدخل هذا الرمز وكدير دخول. انا غنعمر هاد المعلومات وندوزو للمرحله المواليه. من بعد ما كتعمر المعلومات ديالك وكدير تسجيل الدخول، كطلع لك اول خانه: اختار فئه المواطنين التي تنتمي اليها: مغربي مقيم بارض الوطن، مغربي مزاد ومقيم بالخارج، مغربي مزاد بارض الوطن ومقيم بالخارج. كتحدد الحاله ديالك نتايا. انا مغربي مقيم بارض الوطن، غنخلي الخانه الاولى ما نبدل والو. في السؤال الثاني: الجماعه او المقاطعه الجماعيه للتسجيل. كنختاروا العماله اللي تابع ليها، غنختار الجديده. وهنا في الجماعه غنختار الجديده. والملحقه الاداريه غير اختياري، بغيتي ديرها ديرها، بغيتي ما ديرهاش ما ديرهاش. كتجي هنا وكتحدد الملحقه الاداريه اللي تابع ليها على حساب فين ساكن انت، على حساب محل السكنه ديالك. من بعد ما كتعمر هاد الخانات بثلاثه، كتنزل لتحت. هنا معلومات حول صاحب الطالب. رقم البطاقه الوطني راه كيتكتب اوتوماتيكمون حيت درناه في المرحله الاولى. والاسم العائلي حتى هو غنديرو دابا غير الاسم الشخصي. تاريخ نهايه الصلاحيه ديال البطاقه الوطنيه، اسم الشخصي والعائلي بالفرنسيه. تاريخ الازدياد درناه في المرحله السابقه. مكان الازدياد المغرب. كتختار العماله، الجماعه، عنوان السكن ديالك الحالي. وهنا كدير البريد الالكتروني وكتعاوديه هنا مره اخرى. وهنا معلومات اضافيه. هنا كتحدد الحاله العائليه ديالك: متزوج، عازب، ارمل، مطلق. وهنا كتحدد المستوى الدراسي ديالك. صافي كتنزل تحت كدير هذا الرقم اللي كاين هنا، هذا الرمز كتكتبيه هنا وكدير تسجيل الطالب. هنا دابا صافي عمرت المعلومات الشخصيه ديالي كامله: رقم البطاقه الوطنيه، الاسم الشخصي، الاسم العائلي، الجنس ذكر، تاريخ نهايه الصلاحيه، اسم الشخصي والعائلي باللغه الفرنسيه. بالنسبه لمكان الازدياد كدير العنوان اللي تزاديتي فيه هنا. اما عنوان السكن كدير العنوان السكن ديالك الحالي. وتا المدينه، حتى في العماله والجماعه كدير العنوان ديالك الحالي. انا بالنسبه لي قزيد في مدينه الجديده ومستقر حاليا في مدينه الجديده، داكشي علاش في كاع الخانات اختاريت مدينه الجديده. صافي درت دابا هذا الرمز، غندير دابا تسجيل الطالب. كتحاول تحقق منهم بلي ما كاين حتى شي خطا، حيت الا كان شي خطا غادي ترفض لك عاوتاني الطالب. وكنظن بلي هذه الفتره هي اخر فتره غتسجل فيها، لذلك حاول تاكد من المعلومات. الا كان شي خطا كتكليك على تعديل وكتاكد من المعلومات ديالك كتصححهم. اما الا كان كلشي كيبان لك صحيح، صافي دير تاكيد المعطيات. الناس كيقولوا لنا: لقد تم تسجيل طلبكم وستتوصلون برساله عبر البريد الالكتروني. هذا هو البريد الالكتروني اللي دخلت انا، تتضمن كيفيه الاشهاد على تقديم طلبكم. بعد لحظات انا ندخل دابا الايميل ديالي ونشوف واش وصلتني هذه الرساله. انا دابا دخلت دابا الهوت ميل ديالي. الرساله هاي وصلتني في لوائح انتخابيه. فتحوا الرساله: عمليه ايداع الطالب. للإشهاد على تقديم طلبك المرجو النقر هنا. هذا هو الرمز. نكوبي هذا الرمز اللي وصلنا. الرمز تقدر يكون عندك اسباس لكوبيش كيف ما طرا لي انا دابا. من نكوبي الرمز
كاين واحد ليسباس هنا، هاد ليسباس راه ما يتقبلش لك، ضروري تسيبريم هاد ليسباس. ولا من الاحسن بلا ما تكوبي هاد الرمز، جي هنا شوف مثلا 2 4 8 5 7 صافي كتبيه هنا ديريكت بلا ما دير لي كوبي كولي من الاحسن. وهنا كدير رقم البطاقه الوطنيه، ندخلو هاد الرمز كيو 8 سي 6 وكنديرو الاشهاد. هنا راه كيقول لك بلا راه تم تسجيل الطالب، كنديرو تحميل الوصل. ها هو الوصل تيليشارجي عندنا، هذا هو الوصل ديالي. وكيف ما كتشوفوا مكتوب هنايا: في حالة عدم صحة المعلومات التي أدليتم بها سيعتبر طلبكم لاغيا ولن يحال على اللجنة الإدارية المعنية. هادشي علاش قلت لكم دارا واش كتبوا داكشي صحيح. صافي من كتسجل كدوز مثلا واحد 3 ايام 4 ايام كاع، كترجع للموقع، كتدخل الموقع، كتدخل الصفحة الرئيسية، كدير تأكدوا من تسجيلكم، كدير هنا رقم البطاقة الوطنية، تاريخ الازدياد، وكدير هذا الرمز وكدير البحث، وكيطلع لك ولي راك مسجل ولا لا. وحتى هنا الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك سبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو مع شي واحد محتاج هاد المعلومه.